ايه هو السنترال كوادرانتكتومي او استئصال الربع المركزي من الثدي؟ في حالات بيبقى سرطان الثدي فيها طلع ورا الحلمة او ماسك في الحلمة او قريب جدا منها، فبالتالي انا مقدرش احافظ عليها. كنا زمان لما بيبقى بنقابل الوضع ده كان بيبقى لازم نعمل استئصال للثدي كله. بعد كده جت مرحلة او طلع مصطلح الاستئصال الربع المركزي للثدي او السنترال كوادرانتكتومي، وفي النوع ده من العمليات احنا بنقدر نشيل الحلمة والهالة وربع الثدي اللي وراها او الجزء اللي حواليها الورم بحواف امان حواليه تضمن ان انا ما سبتش بقايا للورم. طيب مين هي الحالات اللي اقدر اعمل معاها ده ومين هي الحالات اللي لازم اشيل فيها الثدي كله؟ الحالات اللي اقدر معاها اعمل كده نمبر 1 الباجيت ديزيز او نوع من انواع السرطان اسمه الباجيت، وده بيجي في الحلمه، وده بيبقى قرحه ما بتخفش في الحلمه وبتفضل تعمل قشور وبتفضل تعمل نزيف، ولما بناخد منها عينه بيثبت ان هو ده باجيت ديزيز. طب هل اي باجيت اقدر اعمل له سنترال كوادرانتكتومي او اشيل النص او القلب بتاع الثدي فقط؟ لا، لازم اكون عامله فحوصات اثبت فيها ان مفيش اي ورم تاني جوه الثدي نفسه، عن طريق ان انا بعمل رنين بالصبغه والعينه بتبقى طالعه ان مفيش ورم في الغدد الثدي او في القنوات بتاعه الثدي، وكمان الرنين طالع ان مفيش اي حاجه في الثدي من جوه. فاطمنت كده 100% ان معيش نوع من السرطانات تانية غير الباجت اللي في الحلمه، فبالتالي اقدر اشيل الحلمه بجزء وراها. طيب في حالات تانية اقدر اعمل فيها السنترال كوادرانتكتومي. لو انا عندي الورم ورا الحلمه على طول وعملت اشعه بالصبغه سواء رنين او ماموجرام بالصبغه وقال ان مفيش اي بؤرات تانية في الثدي ومساحة الثدي تسمح لي ان انا اشيل الجزء السنترال او الجزء المركزي بتاع الثدي ورا الحلمة بحواف امان مطمئنة، ويفيد كمية او المتبقي من حجم الثدي كافي انه يشكل لي ثدي طبيعي ومقارب للناحية التانية، اقدر اعمل هذه النوع من العملية او هذا النوع من العملية. وساعتها ببقى حافظت على الثدي، وبعد ما العيانة تخلص مراحل العلاج بتاعها بما فيهم الاشعاع نقدر نعمل اعادة بناء للحلمة، وبعدها تعمل عليها تاتو ويبقى الثديين متقاربين جدا لبعض وما يبقاش فيهم فروق بسيطة. طيب لو الثدي حجمه صغير، للاسف دي الحالات اللي ما اقدرش اعمل فيها سنترال كوادرانتكتومي او استئصال تحفظي، لان بيبقى عقبال ما اخد الحلمه بالورم بحواف الامان اللي حواليها ما بيبقاش فاضل بقايا للثدي. ففي الحالات دي الافضل ان انا اعمل استئصال للثدي كله، وممكن لو المريضه حابه نعمل اعاده بناء في نفس الجراحه. ممكن اشيل الحلمه والهاله بالورم بالثدي من تحت الجلد واحافظ على الجلد واحط مكانه سيليكون او احط مكانه العضله من الظهر، ونعمل اعاده بناء في نفس العمليه اللي هي اسمها immediate reconstruction او اعاده بناء وقتي في نفس عمليه الاستئصال. السنترال كوادرانتكتومي عملية مهمة بتفرق جدا مع المريضات ان احنا نقدر نحافظ بيها على الثدي في الاورام اللي كنا زمان اول ما نقول الورم ماسك في الحلمة يبقى معناها ان انا لازم اشيل الثدي كله. لا، ساعتها احنا هنا بنشيل جزء بس من الثدي تحفظي مع الحلمة ونعمل اعادة بناء للحلمة فيما بعد، وكده بيبقى عملنا اكتر استفادة ممكنة للمريضة، وكمان آمنة من ناحية الورم وعالجناه صح وشلناه بحواف أمان وشلناه بالحلمة لو هي مصابة أو ماسكة فيه أو قريبة جدا منه مقدرش آخد فيها حواف أمان كويسة، وحافظنا على الناحية التجميلية وحافظنا على الناحية العلاجية من ناحية الورم. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. يا رب أكون أفدتكم. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا أكتر عن سرطان الثدي.